السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو، مرحبا بكم على قناتكم اكادير لاندز. انا اليوم جيت نصور لكم اخر اشغال الملعب الرئيسي ديال التدريب ديال الملعب ديال اكادير، او الملعب ديالنا ديال ادرار، يعني ادرار الجبل. كما كتشوف اخوتي راه خدامين هنا في الملعب الرئيسي ديال التدريب، راه خدامين ان شاء الله باش يكون فيه الغازون. وهنا ربما راه كتسمعوا الصداع، غنحاول نبدل شويه الكاميرا الاتجاه ديالها. كاين الصداع ديال هذا الكارتينغ اللي كاين هنايا، اللي كاين حدا التيران ديال اكادير او التيران ديال ادرار. كما قلت لكم راه خدامين هنا، ولكن السور ما كيخليكش انك تقرب. راه كاين كاع السور اللي دايرين من هنا، من هاد الجهه هادي، 2 مترو او 3 مترو، اكثر من 3 مترو. الناس اللي كيقولوا راه غي ممكن اي واحد يهبط او ينقز من داك السور، راه لا يمكن. خاصه وكنعرفوا داك الجمهور اللي عندنا، داك الجمهور الزوين. بطبيعه الحال هذا الشيء راه كلشي كيتدار لتامين الملاعب ديالنا الوطنيه، منهم الملعب ديال ادرار. وكما كان قلت لكم راه هذا هو الملعب الرئيسي ديال التدريب، اضافه الملاعب الاخرين اللي غنحاول ان شاء الله نصور لكم في هذا لا فيديو هادي. هاد عفوا هاد الملاعب كلها وهاد الاشغال كلها غتكون ان شاء الله باش انه نستضفوا كأس إفريقيا في 2025، وبطبيعة الحال حتى كأس العالم. والمغرب راه مؤهل بطبيعة الحال باش نشرفوا المملكة ديالنا، ونشرفوا الوطن ديالنا والشعب ديالنا، وتا نعطيه واحد السمعة البلد ديالنا بانه قادر على تنظيم المنافسات. وكما قلت لكم هاد البلاصه هادي راه قريبه ديك البلاصه فاش كاين هذا كاين الكارتينغ تماك، راه كتسمعوا الصداع ديالو. نتمنى حتى هو شي نهار نصوروا. وراه كاين الحي المحمدي الفوق، وكاين هذا الشوينتي اللي كاين هنا اللي دايز تحت القنطره، ديك القنطره اللي كما كتشوفوا هنا اللي غاديه الايمونسيس. كلشي ان شاء الله غادي نحاولوا نصوروه لكم. اذا بعد ما سالينا هنا غنحاولوا ان شاء الله، اما عندي 2 طرقان، اما نمشي من هاد القنطره، تحت هاد القنطره، باش نوصل الملاعب الاخرى اللي كاينين 3 اللي كاينين جهه فوق الطريق المداري، او نمشي تاني من هنا وندوز حدا الكارتينغ وننظر من الجهه الاخرى. راه بحال كل الطرق تؤدي الى روما، وحنا كل الطرق اخوتي تؤدي الى ملعب اكادير، الملعب الجميل. اذا بقاو معنا اخوتي. ها هي اخوتي القنطره اللي قلت لكم، اللي محلوله على يمونسيس، مي اللي كيسوقوا هنا يردوا البال. راه كاين الحجر هنا بزاف، ها راه كاين الحجر هنا بزاف باش نردوا البال، يعني باش ما تجيش مكسيري وطيح وطيح في شي هجره ولا شي حاجه. راه كاين تماك. وهذه راه القنطره داروها الناس اللي كاينين في جهه ايمونسيس باش ان شاء الله نمشيو الملعب التدريب ديالنا. حتى هاد البلاصه اخوتي اللي كتشوفوا راه هي طابليت، او طابليت سفح الجبال اللي هما يا ايمونسيس، اللي قرابين المدينه بطبيعه الحال ديال اكادير، او الملعب ديال التدريب راه خدامين فيهم حتى هما باش يكون داكشي يا سلام تبارك الله. اوكي. هنا خوتي راه كنتقلوا الملاعب الاخرين ديال التدريب اللي قرابين للطريق المداري اللي كتشوفوا هنايا. راه واحد الصعوبات كان نتكبدوهم باش اننا نجيو نصوروا لكم في هاد البلايص هادو. كما قلت لكم هادو هما الملاعب ديال التدريب، راه كاينين الفوق. وهذا هو المربد او المرابد او لي باركينغ ديال بطبيعه الحال السيارات. واش غيكونوا سيارات ديال العموم او غيكونوا فقط للاعبين؟ ولكن راه كنعتقد غيكونوا حتى العموم، لان راه اكثر غيهزوا واحد العدد ديال السيارات هنايا. بطبيعه الحال انا راه كاين واحد المشكل ديال الركن
ديال السيارات في هاد البلايص هادو في هاد لتحت، وما يمكنش اصلا تجي تباركي في الطريق المداري اللي حنا راه كنصوروا هنايا. راه خوتي الملعب ديال ادرار راه غيكون من بين احسن الملاعب الوطنيه والعالميه، وكفانا من التنمر. وكتشوفوا بانه السور اللي زادوا هنا راه واحد السور فيه واحد العلو. الناس اللي كيقول لك راه هابط ما يمكنش، راه الا مشيتي هبطي مع هنا مع هاد البلاصه هادي غتلقى واحد الكرسي الا بغيتي كاع تطلع كيفاش غادي دير طلع. وباقي غيتصبغ ان شاء الله بالبيض. وغنتقلوا لكم بحول الله دوك الملاعب ديال التدريب الرئيسيه او ثلاثه الاخرين. تشوفوا اشنو تزادوا في دوك البلايص بطبيعه دا خوتي. راه حتى هي المنطقه ديال ايمونسيس او ايمونسيس على حسب التسميه ديال السكان اللي ساكنين هنا. راه حتى هي خدامين في الطبليط ديالها. الناس اللي كيقولوا راه الملعب ديال ادرار راه محلو على هاد البلايص اللي شويه فيهم العشوائيه. لا راه غيتقاد وكلشي غيتقاد بحول الله. وراه كاين واقيلا عندهم شي سوق، الناس يقولوا لي اش من سوق هذا. وكما كتشوف اخوتي هذا هو الملعب الاول الثانوي ديال التدريب. والناس راه لهاد العاملات تبارك الله راه خدامين. راه كيبانوا لكم كيتمشوا في ديك يعني البلاصه ديال الغازون. وهنا اللي زادوا هنايا دوك لي فيستير. وبطبيعه الحال راه كاينين السخانات الشمسيه. راه كاينين كيبانوا لكم واحد جوج ثلاثه اربعه دوك السخانات الشمسيه ديال الماء باش اللي بغى يدوش او بطبيعه الحال كتعرفوا اللاعبين الدوش وهذا راه كيبغي الماء السخون، ماشي تجيب اللاعبين وتعطيهم الماء البارد. وكما كنقول لكم راه خدامين في هذا الارضيه باش انها يديروا فيها داك التراب اللي صالح لغرس هذا العشب. واش غيكون عشب اصطناعي او عشب عادي كما هو الله اعلم، ولكن المهم حنا غيكون داكشي في المستوى الرفيع. وهنا راه كاينين هذا دوك هادو المدرجات ديال الملعب. بطبيعه الحال الناس اللي غيدخلوا يتفرجوا واش يدخلوا الناس يتفرجوا وفقط للاتقم. بطبيعه الحال راه ملي كيكونوا المنتخبات او الفرق راه الناس ما بطبيعه الحال راه صعيب انهم يدخلوا ملي كيكون شي حاجه سيرتو شي حاجه سريه او خطط تشكيليه مثلا ماتشات حاسمين. راه الناس كيكونوا ممنوعين من الدخول. وهاد الخدامه اللي خدامين اليوم الحد الله يعاونهم والله يسر لهم امور ديالهم. ونشوفوا الملعب الاخر حتى هو الثاني راه كما كنقول لكم زادين، يعني ممكن انه ثلاثه الفرق زائد الملعب الرئيسي الاخر يلعبوا هنايا او يتدربوا هنايا فاش غيكونوا الماتشات المهمين كالماتشات ديال كاس افريقيا او كاس العالم بطبيعه الحال. داكشي يا سلام. حتى الاضواء اللي داروا راه اضواء تبارك الله. كاينه الاناره راه عكس واحد العدد ديال الملاعب كنشوفوا الضوء واحد العدد ديال الضوء، يعني هنا ملي غيشعلوا الاضويه او هذا الضوء غيكون داكشي واعر. ها هما الخدامه كما قلت لكم راه خدامين في الفوق. نتمنى يكون التصوير واضح. خدامين على دوك الطاقه الشمسيه او هادو ديال الماء السخون. راه كيبانوا لي دوك الكبار الناس اللي عارفين يقول لي ولكن هادو الكبار حيت كيكونوا الصغار ديال الديور، ولكن هادو راه تبارك الله كبار. كل بلاصه تقريبا راه كتلقى فيها اربعه، يعني اربعه كل واحد كيعطي لواحد العدد ديال لي فيستير. وبطبيعه الحال راه كيبان لكم حتى المدرجات اللي قلت لكم والعدد ديال لي بروجيكتور. نعرف العدد ديال لي بوطوات كاين تقريبا نقولوا هنا اربعه. كل تيران كيكونوا فيه تقريبا اربعه لي بروجيكتور. نفس الشيء في هذا البلاصه حتى هي. وما نساوش بان هذه الارضيه اللي غدار راه بطبيعه الحال كتبغي شويه د الوقت عادي تدار لها داك العشب ديالها. وكيبانوا دوك نتمنى ما نكونش غلط ولكن الناس يحاولوا يصحوا لنا هادو اللي خارجين. هاد التيوات غيكون يمكن التيوات ديال الساقي، لان غيكون الساقي ديال العشب ماشي الساقي ديال غوتا غوت بطبيعه الحال. وما نساوش حتى هي هاد السور اللي قلت لكم اللي غيلعب واحد الدور مهم في حمايه الملاعب ديالنا من الجمهور، خاصه داك الجمهور الزوين اللي كنعرفوا اللي كيخصو الزيار، داك الجمهور اللي كيخصو الزيار. وما نساوش حتى هو الملعب ديال ادرار
الملعب ديال ادرا اللي غيعرف حتى هو واحد العدد ديال الاصلاحات. دابا الاصلاحات اللي بادئين دابا باش نفهموهم راه تتعلق فقط بكأس افريقيا. هاد كأس افريقيا اللي اولا اللي هدرت لكم على الباركينغ اللي غيهز واحد العدد ديال السيارات، هدرت لكم على الملاعب ديال التدريب، وهدرنا حتى الملعب ديال التدريب الرئيسي بطبيعه الحال الى السور. كلشي هذا الشيء اللي كنشوفوا هذا السور، الملاعب ديال التدريب، لي باركينغ اللي راه كاين من هنا كاين من الجهه الاخرى، هادو كلهم ديال كاس افريقيا. ولكن كاس العالم بحول الله غتكون اشغال مهمه اكثر اهميه، وبطبيعه الحال راه كلشي في الوقت. راه الناس اللي كينتقدوا بزاف، الناس قوه الانتقاد نعقلوا. راه صورنا لكم اول حاجه فاش تدار، فاش بداو في الحفر ديال هاد البلاصه هادي الحجر، راه لا يمكن انك تجي تبني شي حاجه هنا. راه واحد الحجار وواحد ديك الهبطه، راه هنا نقولوا ما داك الشيء تخلق من جديد، يعني بحال الا درتي مدينه اخرى. وما نساوش كما قلت لكم الاشغال ديال كاس العالم اللي كتهم بطبيعه الحال واحد اضافه واحد الحوايج عديده للملعب الرئيسي بطبيعه الحال. ما نساوش انه غيتضاف مدرج ثالث باش يكونوا ثلاثه المدرجات في الملعب ديالنا، الملعب ديال اكادير. وكاين حتى واحد العدد ديال المرافق، والغاء ديك الحلبه المطاطيه ديال هذه ديال العاب القوى ما محتاجينهاش. غتلقاها حتى هي بطبيعه الحال باش يكون واجد قبل 2029. هذا الشيء اللي تقال، وان شاء الله راه حنا قادرين بطبيعه الحال. كنشكروا اليد العامله المغربيه والشركات المغربيه تي جي سي سي اللي خدامه في هذه البلاصه، واحد العدد ديال الشركات، والادرو والوزاره المكلفه يعني بالرياضه، وتا سونارجيس المكلفه بالملاعب. راه كلشي تبارك الله داير خدمته. وتا الطريق السيار او الطريق المداري، راه واحد المعلومه غير حاولت نصحها، راه غيتغلق من الدراكات تا المطار، نقولوا شي 15 يوم باش يتصيب. هذا راه يعني انه من المطار كتجي من المطار ها تيران او اكادير بدون المرور عبر مدينه او حي تيكيوين. اذا هذا هو كل ما يتعلق اخواني اخواتي بالملعب ديال ادرار والملاعب ديال التدريب. بطبيعه الحال كلشي راه غيكون في المستوى. ونسيت ما شكرتش الاخ زكريا اللي ديما كيبان لي مسكين داير واحد المجهود، ديما جاي لهاد البلاصه باش ينقل الصوره للجمهور ديالو، الجمهور الاكاديري بطبيعه الحال. وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو راهق بحول الله.